انا جربت يا دكتور احط فيسيكورت على اي حبايه تطلع بقالي كام اسبوع، والنتيجه مش زي ما بيقولوا خالص، ومش ملاحقه على الالتهابات اللي في وشي. طيب موضوع الفيوس ريكورد في الحبوب، انا الحقيقه مش عارفه ناس جايباه منين، وهو منتشر جدا جدا، تقريبا يوميا بيجي لي حد بيستعمل فيوس ريكورد ليه فتره طويله قوي على الحبوب. المعلومه دي مش مظبوطه، وانا فارق معايا قوي ان احنا نصلحها. فيوس ريكورد ده عباره عن مضاد حيوي ومعاه كورتيزون مضاد للالتهاب. هل احنا ما بنستعملوش؟ لا طبعا، انا بستعمله في حالات كتيره قوي، ممكن استعمله كمان بعد سيشنز كتيره كمضاد للالتهاب، او بيبقى ليه دور معين انا شايفاه، ولكن هو مش علاج للحبوب. ما ينفعش يبقى عندي وانا بستخدمه عمال على بطال، كل ما تطلع لي حبايه، وناس كمان بتستخدمه على وشها كله طول الوقت. ليه بقى؟ لان الكورتيزون اللي فيه بيدخلني بعد شويه في مضاعفات كتيره جدا انا في غنى عنها، وعلاجها بيطول قوي. اشهرها الورديه الناتجه عن استخدام الكورتيزون، او ان الحبوب توصل لمرحله ان هي بقت خلاص معتمده على الكورتيزون، مش هتخف من غيره، او ان يحصل زي ما حصل معاكي، تبتدي تحصل لنا التهابات، الجلد يبقى حاجز البشره اللي فيه يبقى ارق، تبتدي تظهر فيه شعيرات دمويه، وده بيحتاج ترميم وعلاج فتره طويله. فهو مش علاج للحبوب، وهو اصلا ما ينفعش نستخدمه غير لما يبقى تحت اشراف الدكتور بتاعنا.